فترة الامتحانات او اليومين 3 اللي قبل كل امتحان دول بيكونوا اصعب وقت بيعدي بيهم اي طالب، وعشان تطلع من الفترة دي بسلام نفسي وتطلع منها كسبان في شوية حاجات كده لازم تخلي بالك منهم وهقول لك عليهم في الفيديو ده. انتوا تقريبا هيكون قبل كل امتحان يومين 3 او 4 بالكتير. فاول حاجة هقول لك عليها هي ان ما تتوقعش ان انت تخلص كل حاجة وتراجع كل حاجة تبع المادة دي في ال3 4 ايام دول. خليك واقعي مع نفسك. لو انت محضر في دماغك ان انت هتراجع الدروس كلها والفصول كلها بكفاءة عالية وهتحل عليهم وبعد كده تراجع وتحل امتحانات، لو انت مجهز ان انت هتعمل ده في دماغك فانت بتجهز نفسك للاحباط، لان دوت مش هيحصل او صعب جدا انه يحصل، وحتى لو عملته هيكون مش بالكفاءة اللي انت متخيلها. طبيعي جدا انك ما تقدرش تراجع كل حاجة تبع المادة دي في اليومين 3 دول. مش كل حاجة انت بصيت عليها طول السنة هتقدر تبص عليها في ليلة الامتحان. عشان كده في طلبة كتير بتيجي في الوقت ده وبتحس ان هي مزنوقة جدا ومش عارفة تتصرف وتتعامل ازاي. بيكون حاطط في دماغه ان المفروض يراجع كل حاجة بيرفكت في اليومين 3 دول، ولما ده مش بيحصل بيلاقي نفسه محبط وتلاقيه رايح الامتحان يحل اي حاجة وخلاص. معنى كلامي مش هو انك تسيب جزئية او تسيب فصول معينة، لا، حاول تراجع وتذاكر كل حاجة، بس في حاجات تاخد وقت وحاجات تديها وقت بسيط وحاجات تبص عليها بسرعة، لان انت الوقت المتاح ليك هيكون محدود، فانت محتاج تكون ذكي جدا ومنظم في التعامل معاه. وده يدخلني في نقطة تاني، وهو انك لازم من دلوقتي تكون محدد اليومين 3 اللي قبل كل مادة هتذاكر فيهم ايه وهتعمل فيهم ايه بالظبط. العشوائية في الليالي اللي قبل الامتحان دي ممكن تضيع كل حاجة، ممكن تضيع المجهود اللي انت عملته طول السنة. يعني انا مثلا عاوزك لو امتحان الفيزياء مديك 4 ايام قصاده، اول يوم هنراجع الفيزياء الكهربائية، ثاني يوم هنراجع الفيزياء الحديثة، ثالث يوم انت هتبص على حاجات معينة واسئلة معينة مهمة انت محددها على مدار السنة، ورابع يوم هتراجع امتحانات. كده انت مسيستم نفسك ومحدد انت هتعمل ايه في كل يوم بحيث تطلع باكبر استفادة. ابذل اقصى مجهود انت وبتراجع، لكن مش لازم كل حاجة تاخد وقت منك. يعني في حاجات معينة ممكن تفوتها او تذاكرها بسرعة. يعني مثلا مش تيجي عند جزئية تقعد فيها 3 4 ساعات وتحل عليها اسئلة وتبص تلاقي اليوم خلص وانت مش مخلص غير فصلين. وحاول ما توسوسش نفسك وتوهم نفسك ان انت مش هتفتكر او ان انت مش مذاكر كويس. كتير منكم بيقع في الحتة دي. انا عايز اطمنك واقول لك ان انت في الامتحان هتفتكر حاجات من اعدادي. انت بس ذاكر كويس وراجع كويس وحدد ايه المهم وابتدي خلص فيه، وخليك سريع. وما تفكرش خالص في ان انت ممكن تنسى الحتة دي او الجزئية دي لازم تتقري 10 مرات عشان تفتكرها. ما تفكرش في الكلام دوت. راجع كويس وانت في الامتحان هتفتكر كل حاجة، ما تقلقش. ثالث حاجة هقول لك عليها هي ان لو اتفاجئت باي حاجة جديدة ليلة الامتحان ما تتخضش وامسك اعصابك. بتحصل عادي جدا. يعني ممكن واحد يكون مراجع المادة مرة واثنين وثلاثة وليلة الامتحان يتفاجئ بجزئية جديدة ما عدتش عليه خالص قبل كده. ما تتخضش وما تقلقش، عادي جدا. بص عليها واقراها كويس، بص على الاسئلة بتاعتها وخش في اللي بعدها. بالمناسبة الموضوع ده حصل معايا ليلة امتحان الكيمياء، وانا الكيمياء دي كنت مخلصها من شهر 11 اساسا يعني، وراجعتها 3 4 مرات وحلل عليها الكتاب المعاصر بالكامل، وملزمة المدرس كنت بصيت فيها وحليتها كلها. وليلة الامتحان انا وبراجع، ايامنا كان بيجيب اسئلة على الاكسبيرمنتس او التجارب، يعني يجي لك تجربة يقول لك ارسمها ويسالك كام سؤال عليها. وانا ليلة الامتحان الساعة 10 بالليل خلاص انا اخر حاجة هبص عليها وهنام، فقلت ابص على التجارب اراجعها كده بسرعة. اتفاجئت ان انا مش حافظ التجارب كويس او ما عرفتش افتكرها كويس، رغم ان الجزئية دي مراجعها اكتر من مرة. ما لخبطتش نفسي ولا وترت نفسي، عادي جدا. قعدت ساعة كده خلصت التجارب بتاعتي، بصيت عليها بسرعة وحاولت ارسمها بايديا كده كروكي مرة واثنين وثلاثة. وتاني يوم في الامتحان جالي تجربة كانت المفروض ان هي صعبة او ان انا مش فاكرها كويس، لكن في الامتحان مجرد ما شفت التجربة الحمد لله افتكرتها وجاوبتها كويس وجاوبت الاسئلة اللي عليها، وفي الاخر حليت كويس جدا في امتحان الكيمياء وما نقصتش غير نص درجة بس. لو الموقف ده حصل معاك مفيش اي داعي توتر نفسك، حاول تلم اللي تقدر تلمه وهتخش في الامتحان صدقني هتفتكر كل حاجة. وده يدخلني في نقطة ان الموضوع بيمشي بالتوفيق. اي نعم الاجتهاد والمذاكرة مهمين جدا وانت اعمل اللي عليك، لكن حاول ترضي ربنا بكل جهدك. يعني ممكن واحد مذاكر اي كلام لكن اسئلة الامتحان تيجي في الجزئيات اللي هو مذاكرها ويخش يحلها ويقفل الامتحان وزي الفل. ثانوية عامة ايكوال التوفيق. ربنا وفق لك الدنيا والدنيا اتيسرت هتلاقي نفسك الدنيا ماشية حلوة قوي. رابع نقطة هقول لك عليها ولازم تخلي بالك منها كويس قوي، وهي انك ما تطبقش ليلة الامتحان. اسوأ حاجة ممكن تعملها لنفسك هي انك تفضل سهران ليلة الامتحان. الساعة 11 او 12 بالليل ماكسيمم تكون دخلت سريرك ونمت. تصحى بدري 7 ونص مثلا لو الامتحان ميعاده 9، وتلبس هدومك وتطلع على الامتحان. في ناس مزاجها ان هي تسهر ليلة الامتحان وتطبق وبتقول لك هو ده اللي بيجيب درجة. الكلام ده غلط جدا. الامتحان محتاج منك انك تكون في اقصى تركيزك. لو انت مش نايم كويس ابسط حاجة ان انت في الامتحان هيجي لك النوم وذاكرتك مش هتبقى شغالة بالشكل اللي انت محتاجه. اخر ساعة في الامتحان او اخر نص ساعة تلاقي نفسك عايز بس ترمي الورقة وخلاص وتقوم تنام. موضوع ان انت تطبق ليلة الامتحان ده انا للاسف عملته كذا مرة في الكلية وكانت النتيجة سيئة جدا. كل المعلومات دخلت في بعضها ولقيت نفسي ان انا وبجاوب في الامتحان لو عايز افتكر 5 نقط بفتكر لي 3 بالعافية وبكتبهم، فما كانش له داعي. لو انا عملت اللي اقدر عليه ونمت بدري كان هيبقى افضل لي، كنت انا هبقى فايق اكتر في الامتحان وهقدر افتكر حاجات اكتر. ونقطة زيادة، قبل اللجنة ما تتكلمش مع اي حد وما تراجعش اي حاجة. اللي انت ذاكرته في دماغك وخش اقعد مكانك ومالكش دعوة باي حاجة. هتلاقي زمايلك بيتناقشوا في اسئلة مهمة وجزئيات دي ممكن تيجي ودي مش ممكن تيجي وده كذا وده كذا، مالكش دعوة باي حاجة. فكرة ان انت تبقى ماسك ورقة او كتاب وتفضل تراجع بيه لحد لما تستلم ورقة الامتحان ده موضوع هيوترك جدا وهيشتتك. وبالمناسبة
المعلومات اللي انت بتبص عليها انت وداخل اللجنه بتاعه الامتحان دي ممكن تلخبط لك الدنيا، اللي انت راجعته وذاكرته وخلاص وربنا يبارك فيه وتفتكر في الامتحان وتحل كويس. وبعد الامتحان نفس الكلام برضه، ما تراجعش اي حاجه، دماغك يبقى في الامتحان اللي بعده. انا للاسف مش عايز ادي نصيحه في الحته دي بالذات، لان انا من النوع اللي هو بعد الامتحان حتى لو حلل كويس قوي برضك لازم اراجع واجيب كل سؤال واشوف اجابته كانت ايه بالظبط، وهل انا في كلمه ناقصه، في حرف ناقص. دي عاده سيئه جدا، حاول ان انت ما تكونش كده، لان ابسط حاجه ان هي بتضيع لك وقتك وبتاخد من وقت الامتحان اللي بعده. والموضوع ده برضك ليا فيه تجربه، لان انا اول امتحان كان امتحان العربي وكنت حليت كويس وخلاص الحمد لله يعني، لكن برضك لازم اراجع ولازم ابص على الاسئله، لدرجه ان والدتي كانت بتشيل مني الكتب وتخبيها، يعني الماده اللي خلصت بتشيل الكتب بتاعتها وتخبيها عشان انا ما اقعدش ابص فيها وراجع. المهم ان انا كنت خلصت امتحان العربي وبعد يومين بالظبط همتحن انجليزي. في دماغي برضك عايز اراجع اشوف عملت ايه في الامتحان، وانا وبراجع اتفاجئت ان في غلطه انا عاملها، غلطه ساذجه جدا وبسبب التسرع. طبعا كلنا عارفين كلاهما، وكليهما بتبقى على حسب اعراب الكلمه اللي قبليها، يعني لو اللي قبليها منصوب هتبقى هي كليهما، لو اللي قبليها مرفوع هتبقى كلاهما. اللي حصل ان انا اعربت اللي قبليها منصوب وكتبتها برضك بالالف، يعني كتبت كلاهما، طبعا خطا بسبب التسرع، ده كان خطا بدرجتين. فانا قلت في نفسي كده درجتين زائد اكيد ممكن التعبير هتنقص نص درجه او درجه، كده 3 درجات في اول امتحان، كده ممكن تكون الدنيا باظت خالص. والدتي ساعدتني وانا لميت الامور برضك وربنا كرم ودخلت الامتحانات اللي بعدها وحليتها كويس، وفي الاخر الموضوع كله رسي ان انا ناقص 4 درجات بس، يعني جايب 99. خلاصه الموضوع هو ان ما كانش في اي داعي ان انا اراجع الماده، خلاص خلصت انتهت ارميها وبص في اللي وراها على طول. اللي انا عملته ده كان ممكن ياثر عليا بالسلب في الامتحانات اللي بعد كده، الحمد لله ما اثرش، بس كان ممكن يحصل الكلام دوت وان انا ابقى محبط جدا واخش الامتحانات اللي بعديها واقول كله محصل بعض. كل ده بسبب حته ان انا افضل اراجع بعد الامتحان، وللاسف برضك ما حرمتش بعديها، ولحد دلوقتي اي امتحان بخشه لازم اطلع اراجعه كله. انا مش عايز ادي نصيحه في الحته دي، لكن عايز اقول لك ان هي عاده سيئه ويفضل ما تعملهاش. اخر حاجه هقول لك عليها وتخلي بالك منها قوي الفتره بتاعت الامتحانات هي الاشاعات، يعني اشاعات ليله الامتحان واشاعات صباح الامتحان، دي ممكن تخرب الدنيا. ليله الامتحان اقفل الفيسبوك بتاعك والواتساب بتاعك اقفله خالص، مالكش دعوه باي حد، انت والمذاكره والامتحان بس. مدرس قال لك اللي معايا نموذج هيجي منه بكره، مالكش دعوه بالكلام ده خالص. السيستم اللي انت شغال بيه وطريقتك بتاعت المذاكره هي، ما تشتتش نفسك وما توترش نفسك ومالكش علاقه باي حاجه تاني. ادعي ربنا كتير انه يوفقك، ان الثانويه العامه زي ما انا قلت قبل كده مش بتمشي بشطارتك وذكائك، اي نعم الكلام ده بيساعد، لكن الاهم توفيق ربنا، لان هو اللي بيخلي الدنيا تمشي معاك وتتيسر.